لما ابوك يخوفك ويقول لك ان البيت ده مبني على مقابر. بقول لك يالا انا عايزك تنزل تجيب لي معسل عشان عايز اشرب شيشه. لا انا بلعب ماتش كوره ومش فاضيلك، انزل هات انت. بنزل اجيب انا؟ اه يالا يا ابن الكلب، انا عرفت اخليك تقوم ازاي. انا غلطان يا ابنك، انا خايف عليك. انا كنت عايزك تنزل تهوي نفسك كده بدل ما تتلبس من قعدة البيت دي. اتلبس ازاي معلش؟ انا كنت عايزك تنزل بس عشان البيت ده زمان كان مبني على مقابر. جدك خد مقبرة وهدها وبنى عليها البيت ده، فانا كنت خايف لحسن عفريت ولا كده يعمل فيك حاجة ولا يلبسك. انا غلطان. ايه ده يابا، انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ يا ابني هو انا برضو اهزر معاك في حاجات زي دي؟ حتى لو مش مصدقني يا ابني روح اسأل جدك وهيقولك. ده انا صح كنت بتخيل حاجات بتخروش في الحمام وحاجات بتخبط عليا من شباك المنور. شفتي بقى عشان تسمع كلامي بعد كده. طلع اهبل قوي. انزل يلا اجري هاتلي معسل وعلى حسابك بقى عشان بعد كده تسمع كلامي. حاضر يابا، هجيب لك اللي انت عايزه، بس لما اجي خبيني في حضنك ونيمني عشان انا هخاف انام لوحدي بعد كده. طيب جدع، روح بقى هات المعسل وتعالى بسرعه عشان الحق اشرب الشيشه. اهو يابا المعسل وصل زي ما انت كنت عايز وعلى حسابي كمان. خبيني بقى في حضنك يلا. انت صدقت يلا يا عبيط ان في عفريت ولا ايه؟ ده انا بعمل عليك حوار عشان تنزل تجيب لي معسل. حط المعسل عندك يلا غرفة داهية. قوم ولع الفحم انا بلا كهن يا عيال. صدمة كبيرة يا والقلب فيك يا اللي جاب حيرة.